الى حرشي اش دير في العشاء اجي معايا نحضروا وصفه سريعه بمكونات موجوده في كل دار. السلام عليكم صحابي، مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم جبت لكم وصفه بنينه غادي تعجبكم بزاف، اللي هي غنصيفط معكم كغطان بالبطاطا والكبشه والفرماج. اذا كتجي في الليل ملقيتي ما عرفتي ما طيب حتى اي شيء كيكون موجود في الدار وساهل ودغيا كيوجد. يلا نبداو معكم بالتحضير. الا كان عندكم صدر دجاج ديروا، الا كان عندكم دجاج صوصيط كفته اي حاجه ديروها. انا كنفضل الكفته كاش حاجه كتعجبني. ودابا نبداو الماكله تكون شويه سخونه، نديرو فيها الزيت دوروا المغرب كامل. شوية الزيت باش نبقاش نجوي لكم شوية الزيت، وكتكونوا ديجا درتو البطاطا تسلق باش ملي تسالو الجوز تسالو الكفته تكون ان شاء الله هذاك تكون كفته واجده، تكون حتى البطاطا واجده باش غير ديري داكشي وتدخلوها الفران. يعني دابا نخليكم تسخن المقله ونرجع معكم. وبعد ما سخنات لينا المقله نلوحو فيها الكفته ديالنا، كنخليوها هكا حتى تهرب مزيان عاد كنبداو نقسمو فيها. بالنسبه اللي غيكون عنده شي مطاش التوابل اللي فيهم البزار والملحه والتحميره والسكينجبير. وبالنسبه لي انا كاين اللي كيبغي الثوم كاين اللي كيبغيش، انا ما عنديش مع كيبغيش الثوم ما درتوش. ديروا فيها الثوم، اللي كيبغي الثوم يدير فيها الثوم. دابا خليوها حتى تطلع نقطعو فيها حتى ملي غنلوحو كويراش حتى نفهمك. شوفوا في الاخر كيفاش. دابا هاد البطاطا اللي سلقناها ياك غنشدو من بعد ندهنوه بالزيت بالزبده. زيت ولا الزبده، ومن احسن يكون الزبده، حنا غير ما توفرش لنا الزبده. دابا دهنوه مزيان. اي مول كان عندكم كيدخل الفران ديروه، ماشي ضروري يكون هذا المول هذا. كاين داك المولات ديال الطين تما زوينين كيجيو فيهم الكاطان واعر. بعد ما دهناها مزيان نديرو فيها البطاطا غنمعكوها بحماك مزيان، تتمعكلين مزيان. بقاو نعكو مبقاش وغنزيدو فيها التوابل هما الملح والابزار. دابا غنديرو فيها الملحه والابزار، غنديرو غير شويه الابزار باش ماشي حاره بزاف، والملحه على حسب. كاين اللي كيبغي الملحه بزاف كاين اللي مكيبغيش، تبغي شويه ناقصه. حنا كنبغيو مويه شويه، متكونش مالحه بزاف وما تكونش السوسه. دابا فاش غندير لنا هادشي غنعاودو نخلطوه مزيان باش دوك التوابل يدخلوا في البطاطا ونرجعو معكم. كنقادوها مزيان في المول ديالنا وكندخلوها الفران تقريبا واحد 5 دقائق بحال هكا، غير كتنشف لينا البطاطا وكنخرجوها باش ندريسيوها. نروح معاهم الكفته، الكفته حط مذاق زوين معاهم. انا عندي جوج بصلات خضاريات، اللي عنده بصله كركوبه يدير بصله كركوبه. دابا دابا نخلطوهم كيطيبو مزيان ونرجع. وبعد ما طابت لينا نزيد لها صوص ديال الاولا التوصيات، نخلطوه.
دابا فاش خشينا برا وخرجنا هي باقي كيبان لكم الدخان خارج منها. ها هو الفرماج اللي غنديرو و الكفته وداكشي اللي صورناه معكم في الفيديو الاول الفيديو. دابا نبداو ندريسيو. كنكبروا الكفته شويه الاول كنوزعو على باقي المول. واللي وصلت لهاد المرحله من الفيديو مينساش لايك واشتراك في القناه اللي غنبقاو نقدموا معكم فيها وصفات سريعه للعشاء والغداء واي وصفه ان شاء الله غادي تعجبكم القناه. ما تنساوش الاشتراك واللي جربها يقول لنا في الفيديو كيفاش جاتو. دابا نديرو الفرماج وغنخليكم مقادير في الوصف باش تشوفوا. غنخليكم حتى الثمن ديال الشراء باش تطلع كل حاجه. واللي بغى يضوب الكميه يضوبها لا ماشي مشكل. اللي كانوا زعما بزاف افراد العائله يضوب الكميه في عوض يدير 10 درهم الكفته يدير 20 ولا 30 درهم ماشي تجي عام. اذا غنخشوها بالفرن ونرجع لكم معكم في الاخر. وهذه النتيجه النهائيه. انا خديت فرماج ما كيدوبش. نتوما ركزوا، انا خديت فرماج وخرج لي ما كيدوبش. نتوما ركزوا يكون فرماج من نوع جيد كيدوب من الاحسن. كون داك تجي طالعه وعاليه ولكن خايف مكتبه والله. هذا هو النتيجه النهائيه. ردوا عليا كي جاتكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.